احسن لعيب في مصر والله، احسن لعيب في مصر. الكامل لفرق الدوري المصري كلها. ايوه بص، عشان انا مش اهلاوي وانتمي للنادي الاهلي بقول الكلام ده. انا راجل بحب النادي الاهلي لان انا لعبت للنادي الاهلي ومشجع قبل ما العب للنادي الاهلي للنادي الاهلي. حلو. انا نفسي الناس تتعلم من النادي الاهلي. النادي الاهلي لما بيجي يعمل سكواد مثلا في لعيبه بيجيب بدل اللعيب 1 و2 في المراكز بتاعت صح. الملعب كلها. 3 وثلاثة. أنا في أول الموسم يا مهيب قعدت معاك هنا في الاستوديو وسألتني، قلت لي نادي الزمالك محتاج لعيبة؟ قلت لك محتاج لعيبة. واتخضيت لما أنا قلت لك الرقم بتاع اللعيبة. قلت لي 10 تقريبا. قلت لك 10 وقلت لك ممكن يعني أكتر كمان. النادي الأهلي عنده الحتة التنظيمية دي مساعداه إن هو ياخد بطولات، إن هو يبقى رقم 1، إن هو الفرق تعمل له حساب، إن الحكام تعمل له حساب، إن الجماهير المنافسة تعمل له حساب. فبالتالي النهارده انت ما بتجيش كده. النادي الاهلي ده ما بتبناش في يوم وليله كده والناس تعمل له عملت له حساب. لا، النادي الاهلي بتعمل له حساب. والدليل مستوى موديست لما جه النادي الاهلي الدنيا قعدت وما قامتش. من الاهلاويه، لعيب من الاهلاويه. منك لله يا مودست، منك لله. خلت اللي يسوى واللي ما يسواش واللي ما يسواش واللي ما يسواش يتريق علينا. لا مش فاهمني، انت اما بتجيب مثلا ايه 5 6 صفقات، وارد ان صفقه او 2 ما تكونش موفقه. بيحصل مع النادي كتير جدا. بقالنا 10 سنين مودست الدنيا اتقلبت. بص بيبان بيبان على طول. يعني اي لعيب ما بيجي النادي الاهلي وما التجانس بتاعه ما بيبقاش واضح وما بيبقاش باين، بيتعرف على طول. الجماهير بتلفظه لوحدها. النهارده مودست خلاص، لو كنت عملت يعني لو جبت 20 جول كمان في الماتشات الاخيره هيمشي كنت خلاص. الانطباع عند النادي الاهلي والجماهير خلاص اتاخد. فالنهارده النادي الاهلي هو كده عشان السنوات اللي فاتت كلها مش في يوم وليله. انت النادي 4 افريقيا ورا بعض من 5. طيب كابتن ضياء، كولر يستمر؟ لا، كولر لازم يستمر. لانك انت عندك حاجات بتعدلها كمان. 25 انت عندك حاجتين، الكونتيننتال وكاس العالم للانديه بالشكل الجديد، دول مهمين جدا. بلس بقى المسابقات بتاعتك. يا بيه ما بنعتمدش. الاهلي بيقول المرحله اللي جايه اللي هيلمحوا هيمرجحوا واللي هيطولوا هيلسوعهوله بعرضه طول. اهو 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 يبقى كده بيظبطوا. اسمع، قول قلت لك جيب لي في ايدي لو خدنا ميداليه. ايه رولكس. جدع جدع جدع. طبعا لان الفرق كلها ساعات الاخطاء التحكيميه بتساعدهم وبتضرهم، ولكن النادي الاهلي هو اكتر حد بيستفاد من الاخطاء التحكيميه. فهي دي اللي بتخلي بقيه الانديه ونادي الزمالك بالاخص لان هو انا سايبك للاخر. يعني هو ده سيبه يقول اللي هو عايزه. هو ده اللي بيخلي المنافس الوحيد هو نادي الزمالك اللي بيبقى مضغوط، لان بقيه الفرق بتتضرب في 3 بونت في تعادل. ولكن الحقيقي ان الاخطاء التحكيميه غير مقصوده وليهم كل الاحترام والتقدير كل الحكام، ولكن على الشكل المجمل الاكثر عدد الاخطاء اللي اتحسبت للنادي الاهلي مش شايفها انها مجامله، ولكن هي اخطاء وارده، ولكن هي ساعات بتيجي في صالح النادي الاهلي وهي الاخطاء الاكثر. يعني الاخطاء الغير مقصوده يعني معلش وضح، النادي الاهلي اكتر نادي بيستفاد بايه؟ بعدم التوفيق في القرارات التحكيميه.
النادي الاهلي الأخطاء عشان اللي ساعات بيبقى عليها شكوك، جاب بيبقى عليها شكوك. 4 حكام اجانب في اهم 4 ماتشات لا بالنسبه ماتشين له، بيراميدز حكام اجانب، وهو ماتش المصري وماتش وفي المصري ماتش حكام تاني. اجانب. ما احنا قلنا ليس على عبد منصف حرج، ده الراجل ده دخل فيه من الاهلي 8000 جون يا جماعه، الراجل ده عدى الكابتن الشاذلي بالارقام. انزل يا زميلي، انزل يا زميلي، اتاكد ان بيدينا لايك ما تيجي فيديو مش في قناه مجرس اللي كله شغال في كل مكان، لايكات ولا بينا نشوف عايز اسمعك ايه. بس يلا هو ماتش المصري وماتش وفي المصري ماتش حكام تاني. اجانب. ما احنا قلنا اساسا حتى بما فيهم الحكام الاجانب ما فيها برضه علامات استفهام، ان برضه الاخطاء غير كمان مباشره الحكام الأجانب ولكن بيبقى فيها. تعالى نرجع بتمرن- لماتش السوبر يا كابتن بتمرن في ضياء الجزيرة. في السعوديه، برضه كان في كور عليها علامات استفهام. ايوه ده حكم مصري يعني اللي لا، كان في ما كانش السعودية ده؟ مصري، لا، طب كان واحنا أجنبي. مالنا؟ طب نعمل ايه طيب؟ ما ده اللي احنا نجيب بنوصل حكم له يا من- كابتن عماره، ان من القصه كورالمبور؟ ان القصه ما هوش حد جاي مقصود سواء مصري او حد جاي اجنبي، حتى بما فيهم ان الاجانب دي حكام كبيره. طب ما ليه يا اسامه توفر عن نفسك وتقول النادي الاهلي له رهبه، يعني في رهبه بس كده انت هتنقلنا يا كابتن عماره في حته تانية، ان الناس هتعمل حساب للنادي الاهلي وامكانياته وجمهوره والسوشيال طب ما ميديا. هي كده الناس عامله وقوته. حسابها. ايوه بس الحكم بس ده ده موجود، عادل، ما ده ينفعش. موجود، ده موجود. موجود. بس هو الحكم انت عايز المفروض ان تقنعني طبيعي. اوسا، انت عايز تقنعني ان بايرن ميونخ مثلا في المانيا ما بتعملوش حساب؟ اكيد الاسامي الكبيره والانديه الكبيره بيتعمل لها حساب. باريس سان جيرمان في فرنسا. بس انت عارف يا كابتن عماره، ليه هقول هو اللي لك بيتعمل له حساب ده ليه؟ عشان قوته الأهلي بيتجامل في ونادي أفريقيا. كبير وبطل وكل بيتجامل في حاجه. أفريقيا. انت بترد على نفسك بس اهو. انا هقول لك حاجه، ممكن يتعمل له حساب في ايه؟ ان انا ما اديش انذار، ان انا استحمل اللعيبه، ان انا يبقى في كلام معاهم، ان انا حاجات مش مؤثره، يعني حاجات عاديه بديك الايمج بتاعك. جحا ابنه راح له قال له علمني التفاهه يابا، قال له تعالى في التفهه وتصدر. تكبيس يا جماعه، تكبيس، اخر جوله، اخر جوله يا جماعه، كله كبس كبس مبارك، وده واضح تقريبا. خلي بالك النادي الاهلي في كل ماتشات افريقيا كل الحكام الافريقيه اللي بتيجي عامله حساب للنادي الاهلي، برضه؟ بيستحملوا. هقول لك طب كأس العالم للأندية؟ لا بيستحملوا محمد عبد المنعم في الاعتراضات طول الوقت، رامي ربيعه في الاعتراضات طول الوقت، كان حمدي فتحي قبل ما يسافر في الاعتراضات طول وارد الوقت. مع كل لو نادي الفرق. الزمالك حد منهم بيعمل كده في الاعتراضات كان هياخد انذار. فانا بقول لك ارجع بس لده وشوف قد ايه الحكام الافارقه بتعمل حساب للنادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي، وهو ده اللي بيدي الانطباع للناس ان انت يعني حكم لازم يبقى فيه، لازم تفصل ما بين النادي الكبير والنادي يعني الصغير. في كل البطولات دي ترتيب كامل لغاية كاس الآخر. العالم للأندية. لا مش كاس العالم، لا مش كاس العالم، بس انا تاني برضه بقول ان هو حاجه غير برضه مقصوده، بتقول تاني؟ حاجه غير مقصوده. طيب. ان الناس مش قصدا ان هي تجامل، ولكن هي في اخطاء، فالنادي الاهلي استفاد بالاخطاء دي اخطاء على أكتر كل من- الفرق. هل النادي كل الفرق. الاهلي كل الفرق هو بتستفاد. الوحيد اللي بيستفاد باخطاء التحكيم؟ لا بالعكس، كل الانديه بتستفيد. ها؟ هو زي ما اوسا قال لك ان في انديه بتستفيد من الاخطاء وفي انديه ما بتستفيدش. هي الكوره كده، هي التحكيم كده. في اسبانيا بيقولوا على هو ريال كل- مدريد كده في برضه. كل العالم هو التحكيم 100%، مستحيل هيبقى 100%. يا باشا تحكيم ايه ده؟ المثل بيقول لك اللعيبه تلهيك وتجيب اللي فيها فيك. يا باشا رجعته الحياه الرياضيه ده ما عندناش. تعتر على شكلها تقول لي انا مش ده راجل خلص يعني حضرتك بس ثواني يا جدعان، ثواني. كلم واحد خلص ايه يا فندم؟ يعني هو لسه بيلعب في نادي الزمالك يا باشا ده عشان مش عايز اتكلم عن نبيل، مش وقت نبيل وقرفه. لا ما هو نبيل مطلوب امبارح جوه النادي. يعني مجلس الاداره كله، يعني حتى يعني انا المشرف على المنتخب، ولكن يعني مجلس اداره الاتحاد كله معانا وكله بيدعمنا من اول ما الراجل ابتدى يشتغل من سنتين. كل الناس في ظهرنا، كل الناس، حتى الحاج عامر في معسكراتنا الاولانيه في اسكندريه وكان بيسهل لنا الامور في فنادق وملاعب. فبصراحه كله يعني كل الناس اشتركت
في دعم المنتخب الاولمبي واستعداداته للاولمبياد، والحمد لله يعني ان احنا جينا وظهرنا بشكل كويس، والنهارده بنتكلم ان احنا يعني وصلنا قبل النهائي وكفايه ان احنا يعني الناس مبسوطه، يعني كفايه الناس مبسوطه وشايفه ان عندها منتخب اولمبي قوي ومنتخب اولمبي كويس. ان شاء الله يبقى نواه لمنتخب مصر الفتره اللي جايه، ونلاقي لعيبه كتيره باذن الله تبقى متواجده مع المنتخب الاول يا استاذ عبد الناصر. يعني احنا بندور على حلم، وان احنا بنشوف ان مصر يعني ما ينفعش ان هي تاريخها العظيم في الكوره طول السنين اللي فاتت من ساعه ما اتعملت الاولمبياد انها ما تتحصلش على ولا ميداليه لحد دلوقتي، سواء ذهب او فضه او برونز في كره القدم. فراهنا على ميكالي وراهنا على الجيل العظيم اللي موجود من اللعيبه دوت. خلينا اكلمك بكل صراحه يا استاذ عبد الناصر، يمكن جيل ناس كتير او مش شككت في الجيل. اخيرا سمعت صوتك يا ابني مش عارف ايه. المنتخب ده يا جماعه منتخب لقيط، نجح النهارده بسبب مجهودات فرديه من اللعيبه والراجل المدرب اللي ما كان شارب المر ده. اي حد هينط على النجاح عمرك ما هترتاح. ارقام على التليفون العاقل والمجنون، ارقام على التليفون العاقل والمجنون. طبيعي ان انا اخرجه من الحاله ديت بطريقه وده واجبي كمسؤول وواجبي كرياضي وواجبي كدارس بغض النظر عن اي حاجه. الحقيقه انا يعني خدت اللعيبه كلها في الاحضان عشان اوصل ليه واركز معاه، وهو ونني يكون ليهم وضع تاني علشان اقول لهم انت عندكم رساله قياده لهذا المنتخب. الحقيقه بعد ما خلصت تفاهمنا انا ومتاري، قعد جلسه فرديه معاه وهو بعت لي بالليل رساله كبيره جدا. وبعدين شفنا زيزو ذات وضع اخر في اسبانيا. تعالى ندرس العكس. زيزو خرج زعلان، وبعد ما خرج زعلان قال انا عندي اصابه ومش قادر اكمل وقعد وامشي. شكل الفريق كان يكون ايه؟ فبالتالي المربعات دي كلها لازم تكون عندي، ونكون كلنا داعمين لهذا التكتل. زي ما بقول دايما احنا في دراساتنا يعني في اي جماعه ديت يعني فريق كوره، يعني في حاجه في علم الاجتماع اسمها عوامل تصدع الجماعه وعوامل تماسك الجماعه. يعني الفريق ده تيم، ممكن اي حاجه تخليه يتفرق وممكن بذل جهد يخليه يتماسك. 80,000 اب للنجاح بقى. ياسر ادريس رئيس اللجنه الاولمبيه يقول لك انا اللي نجحت، وزير اشرف يقول لك انا اللي نجحت، بركات المشرف العام يقول لك انا اللي نجحت، جمال علام يقول لك انا اللي نجحت. المنتخب ده نجح بقوه الدفع الذاتي. عايز كل واحد يطلع اللي عنده، كل واحد يطلع 100 و200 و300 من مستواه. كل واحد غير على التيشيرت اللي هو لابسها، يبقى راجل في الملعب. الحاجات دي كلها، وفي الاول وفي الاخر النتيجه بتاعت ربنا. الحلم موجود، الحلم موجود، بنسعى ان احنا نكمله. كل حاجه طبعا عند ربنا، ولكن اهم حاجه لازم يبقى فيه اجتهاد في الملعب. ولازم يا استاذ عبد الناصر لازم برضه لازم يبقى فيه تواضع. انت لحد دلوقتي لسه ما حققتش ميداليه، عشان تحقق ميداليه لازم تتعب اكتر من كده بكتير. واللعيبه عندنا متحمله المسؤوليه، ولعيبه رجاله، ولعيبه بنفتخر بيها. زي ما قلت لك استاذ عبد الناصر، ناس كتير
ما راهنتش على الجيل دوت، ولكن احنا راهنا على الجيل دوت وقلنا ان هم يقدروا، واللعيبه رجاله. وعايز اشكر كل لعيب موجود، وكل لعيب حتى ما تمش اختياره في القائمه. اللي هي رساله كلنا المفروض ان احنا بنأديها، وبنقول ان احنا زي ما كنا صغيرين وفي لعيبه كبيره احتضنتنا وتعلمنا منها حاجات كتير وادونا خبراتهم، فدوت وقتنا ودورنا ان احنا ندي خبراتنا برضه، خبرات السنين اللي لعبناها. صح. وربنا ما انا راضي، ردوا انتوا بقى. لو تابعت الفيديو لغايه هنا فانت برنس البرانيس المستبرته فاستا سنسه. انت تتاكد يا مدينه لا يكبت الفيديو مش شايف كرامه جرس لكل شيء في كل مكان، واستنونا هنا ها فيديوهات كتير. ضرب نور. سلام.